السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم غنشارك معكم الحلوى ديال التمر بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. حلوى ديال التمر رائعه، يعني ضروري تكون حاضره في المائده ديال العيد او في الطبيله ديال العيد، ضروري منها. بغا نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي هي سهله وكتجي هشيشه ومرمله كيف ما كتشوفوا، كتذوب في اليد من قبل الفم. ضروري ما خصكم تجربوها، وما تنسونيش من لي لايك والبارطاج، كذلك ما تنساوش تخليو الاراء ديالكم في التعليقات، وشكون اللي كتعجبو هاد الحلوى بحالي. وهنا على بركه الله بالنسبه للمكونات غادي نحتاج نصف كيلو ديال الزبده. انا استعملت هنا زبده ليليا، استعملت نص كيلو اللي كتكون يعني طريه، يعني بحراره الغرفه. غنضيف عليها واحد نصف كاس ديال السكر كلاصي اولا السكر الثقيل، مع واحد 8 غرام ديال الفانيلا، مع واحد القبيصه ديال الملحه. وكذلك غادي نضيفو واحد 2 معالق كبار ديال الماء الزهر باش كنسمو به. وكنبداو نخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيندمجوا ليا جميع العناصر. من بعد ما كنخلطوا هاد الزبده مع العناصر كامله مزيان مزيان، غادي نبداو في اضافه الدقيق اللي هو الفرص الرطب بالتدريج، حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كيكون القوام ديالها لين، يعني ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتكونش مرخوفه مره. هانتوما غادي تشوفوا معايا القوام ديالها. ودائما العجينه فكنحاولوا فقط نجمعوا باطراف اليدين ديالنا، يعني ما نحاولوش ندلكو ولا نعجنو كيف ما كتشوفوا غير بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ندخلوا داك الطحين في وسط الخليط حتى كنتحصلوا لواحد العجينه بهذا الشكل هذا، كتكون طريه بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. صافي غنخليوها على جنب. وكناخذوا هنايا نصف كيلو ديال التمر. انا استعملت هنايا النوعيه ديال الرويال، صراحه كتجي زوينه طريه. وغنضيف عليها واحد المعلقه ديال الزبده، واحد نص كاس اللي هي 50 غرام ديال الزنجلان، مع واحد المعلقه كبيره ديال الماء الزهر. ما تكثروش الماء الزهر باش ما يقصح لكمش داك التمر. صافي وغادي نبداو كنخلطوا مزيان مزيان. هنا بنات كنت نسيت القرفه، عاد غنضيفها معلقه صغيره ديال القرفه. وغادي نرجع نعجن هادشي مزيان مزيان. صافي من بعد ما كنعجنو مزيان غناخذ هنا واحد شويه ديال الزيت فقط ندهن به اليدين ديالي. وكنبداو نشكلوا على شكل حلابيل او اصابع اللي كتكون طويله ورقيقه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نحربلوهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا حتى كنكملوا الكميه كامله ونخليوها على جنب. وكناخذوا العجينه وكنطلقوها ما بين واحد البلاستيك اولا ورق الطهي اولا، وكنبداو كنطلقوا فيها بالمطلق اولا بالدلاك. صافي من بعد ما كنطلقوها ما كتكونش رقيقه بزاف، كتكون تقريبا بحال العجينه ديال الصابلي. وكنبداو نقطعوها بواحد القطاعه، اولا كيمكن لكم تاخذوا العجينه غير فواحد شويه في يديكم تكوروه وتطلقوه مزيان مزيان وكتوضعوا في وسطو داك الحشوه بهذا الشكل هذا. صافي وكتلفوها، يعني كتضغطوا الجوانب مزيان مزيان باش ما كتفتحش معكم، وتقلبوهم وتبداو تديو وتجيبوا فيها بيديكم بهذا الشكل هذا حتى كتشكل معكم. تسدوا لها داك القنيتات باش ما كتحلش. صافي نتوما كتحاولوا تعطيو واحد الشكل اللي كيكون مزيون. الجهه اللي كتكون مفتوحه هي كتكون من تحت. وصافي وكتاخذوا هنايا واحد سميتو هاد النقاش، وكتبداو كتنقشوا به الحلوه ديالكم. كيف ما كتشوفوا هي طريقه النقيش ساهله. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتحاولوا تنقشوا مره مره، كتوضعوا داك النقاش في الطحين باش ما كيبقاش يقرص لكم العجينه. صافي وكتوضعوها في صفيحه الفران اللي مفرشه بورق الطهي اولا مرشوشه بالدقيق. صافي كيف ما شفتوا كتاخذوا داك الحشوه ديال التمر كتوضعوها في وسط داك العجينه، وكتضغطوا الجوانب مزيان مزيان وتقلبوهم، وكتبداو كتلفوا العجينه ديالكم ما بين اليدين. الجهه اللي كتكون مسدوده هي اللي كتكون من تحت. كتحاولوا تضغطوا على العجينه واحد شويه، يعني ما تبقاش واقفه كيف ما كتشوفوا. وكتبداو كتنقشوا فيها بالنقاش كيف ما كتشوفوا. يعني طريقه ديال النقيش سهله وبسيطه، واخا يعني يكون اول واحد اول مره غادي يشكلها، فراه غادي تشكل معاه بكل سهوله. بالنسبه للبنات اللي بغاو يستعملوا الطابع فراه ممكن حتى هي كتجي مزيونه، ولكن صراحه الحلوه ديال التمر كتبغي النقيش كتبقى في الطريقه الاصليه ديالها. صافي من بعد ما كنكملوا كنخليوها حتى كتنشف واحد المده ديال 10 ديال الدقائق هكا، عاد كندخلوها طيب وكنخليوها حتى كتحمر بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ما كتحمرش بزاف، انما غير شويه بهذا الشكل هذا. وكنخليوها هنايا حتى كتبرد تماما تقريبا، يعني تتبرد مزيان مزيان، تاخذ واحد ساعتين ولا 3 سوايع يعني حتى تبرد تماما. وكنبداو كنفندوها هكا في السكر الثقيل اولا السكر كلاصي، كنفندوها من جميع الجوانب كيف ما كتشوفوا. كنفندوا الكميه ديالنا كامله تقريبا. هاد الكميه هذه ديال نص كيلو كتخرج لنا 70 حبه ديال الحلوى من هذا الحجم هذا اللي كيكون كبير. وكتشوفوا هذا هو الشكل ديال الحلوى ديالي من بعد ما كملت لها كامله. كتجي هشيشه ولذيذه بزاف، حلوى التمر محبوبه عند الجميع. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.